الناحيه الثانيه برضه بتشوف من وجهه نظرك ان ممكن يستر بقى عنده اي حاجه يفاجئ بيها نادي الزمالك، ولا كل الاوراق معروفه كله بتاع كله؟ لا مش كله، هو اللعيبه نفسها فائت. وده ناتج، يعني انا زي ما بقول لك البدني بتاع النادي الاهلي بدا يظهر من الشوط الاولاني، بدليل ان انت بتشوف هجمات من الجنب الشمال ومن الجنب اليمين، وشفت الجونين اللي جم من الجنبين، ودي كنا مفتقدينها بقى لها فتره طويله قوي. نص الملعب بقى فيه الى حد ما استقرار كبير قوي على اليو ديانج وعلى مروان، وفي نفس الوقت الديفنس بس بيسرح كتير، فده مش محتاج ان بكره لازم عاوز تركيز. وزي ما انا قلت لك حاله اللعيبه يوم المباراه، لو حاله اللعيبه مركزه كويس واللعيبه عايزه تكسب من جواها، احنا كلاعيبه النادي الاهلي بيحصل كل اللي احنا بنفكر فيه. زيزو اول مباراه قمه بتشوفها ازاي من وجهه نظرك؟ زيزو لاول مره بيتواجد امام جماهير نادي الزمالك، يشكل ده ضغط عليه ولا لا؟ يخرجه بره تركيزه ولا لا؟ بالعكس يطلع احسن ما عنده ولا لا؟ طبعا زيزو لعيب كبير ما فيش شك يعني. ما اعتقدش ان لعيب بعقليه احترافيه المنتاليتي بتاعه قوي ده ياثر فيه بشكل كبير يعني. لو انت مدير فني للنادي الاهلي تلعبه بكره ولا تخليه على الدكه؟ لا هلعبه طبعا. تلعبه؟ طبعا هلعبه يعني. ما تخافش عليه من الضغوط، خاصه عندك اوراق دافع فيه كتير قوي فما اجيبوش عشان يقعد يعني. طيب نفس السؤال يا كابتن مصطفى، لو انت مدير فني للنادي الاهلي تلعب زيزو ولا لا؟ وهل تخشى عليه من الضغط الجماهيري لانه اول مره بتواجه مع جمهور الزمالك؟ لا زيزو زي ما بيقول كابتن حلمي، وعنده انفعال ثابت، عنده موجود وعنده ثبات انفعالي كويس. ثبات انفعالي. وهو اصلا لعيب محترف. يعني هو بيعرف ازاي هيتعامل مع المباراه. واللعيب الكويس في الماتشات الكبيره دي بتاعت اهلي وزمالك دي لازم يسد ودنه، ملوش دعوه الجمهور يقول الجمهور ما يقولش، اللعيب لازم يركز في الكلام اللي بيقوله المدير الفني بتاع الفرقه. انا شايف ان زيزو بكره ده هو زيزو في المرحله اللي فاتت بعض الناس كانت بتشكك في مستواه، لكن انا شايف ان زيزو الماتشين الاخر وخاصه الماتش الاخراني بتاع سيراميكا، انا بقول زيزو بدا يرجع تاني، بدا تريزيجيه يرجع تاني، بدا يرجع لحالته اللي كان في عليها في الزمالك. ايوه بدا اليو ديانج. ما هي دي نقطه مهمه عشان انا كنت هسال فيها. هل هناك فارق كبير ما بين زيزو اهلي وزيزو زمالك؟ لا هو اللعيب المحترف ما بيبصش بقى انا في الاهلي. لا هو انت حضرتك شايف ايه من وجهه نظرك؟ هو وصل لنفس المستوى اللي احنا شفناه كويس عليه كان اللي قبل كده كام في المية من مستواه قبل كده مع الزمالك؟ خلينا نتكلم بصراحه، كان قبل كده مستوى بتاع حوالي مثلا 50 او 60%. دلوقتي كام في المية؟ دلوقتي ممكن يوصل 80% او 85%. تتفق ولا تختلف؟ مظبوط. 80 او 50 خصوصا في الماتشات الاخيره بتاعته، يعني اخر ماتشين كان مستواه بدا في تصاعد يعني.